شباب ناقشناه في حلقات قبل كده، هنشوف القانون صدر شكله ايه، والسؤال اللي ضيوفي هيجاوبوا عليه النهارده من خلال قضايا رياضيه، سؤال مهم وناس كتيره بتساله: من يدير الجبلايه؟ بالاضافه لكده فقرتنا الحصريه اللي بنبدا بيها دايما، فقره اخبار الجبلايه مع الكابتن عزمي مجاهد، اخبار حصريه ليوم السبت في قضايا رياضيه. عندنا تقارير خارجيه، الحلقه مليانه الحقيقه اخبار كتيره وانفرادات. هنخرج لفاصل وهنرجع نرحب بضيوفنا ونبدا فورا حلقتنا في قضايا رياضيه. اتفضل يا باشا. رجعنا مع حضراتكم وبنرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا النهارده. معانا الكابتن عزمي مجاهد مدير الاعلام في الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم، ويعني اللي معانا النهارده في فقره الاخبار. اهلا بيك كابتن عزمي، منورنا ودايما كده يعني بتشرفنا. اهلا بيك وبالمقدمه السخنه دي يعني انا عامل الاخبار بس انا هبدا بما انت انتهيت عليه. انا عارف ان مش هتسيبنا انت النهارده يا كابتن. ومعانا طبعا الناقد الرياضي الكبير استاذ عبد الشافي صادق، مدير تحرير الاهرام الرياضي والناقد الرياضي المعروف وصاحب الكلمه اللي دايما يعني بيبقى ليها صدى الحقيقه. الله يخليك يا استاذ حازم، وانا بشكرك على المقدمه الجميله شكرا جزيلا، وحلقه ساخنه ان شاء الله. البركه فيكم. طيب يعني طبعا القضايا كتير، ودايما بنبدا بفقره الاخبار الحصريه، اخبار الجبلايه الحصريه مع عزمي مجاهد. لكن طبعا بما اني طرحت سؤال من يدير الجبلايه، انا بس عايز على طول يتضايق. اتضايق مش بس انا هجاوب. لا معلش ليك الحق ان تجاوب، بس انا عايز اقول ان اتحاد الكره بيدار بمجلس اداره محترم بيرأسه الاستاذ جمال علام. انجزوا حاجات كثيره جدا، منها يمكن الدوري العام واصرارهم على ان الدوري يبقى مجموعه واحده وان الدوري يبدا يوم 15. اصرارهم السنه اللي فاتت ان هم يستكملوا البطولات كلها بالرغم ما أشيع إلغاء الهبوط، إلغاء الصعود، كل الكلام ده أصروا. مجلس محترم له رأي وبينفذ اللوائح والقوانين. دي أول حاجة، يبقى في مجلس إدارة محترم. يعني حضرتك بتقول إن بيدير الجبلاية مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام، مظبوط، رئيس الاتحاد. بس ليه تحفظ طبعا ما احنا هنيجي استنى اديله اولا بلا بس هقول حاجه مهمه. استاذ عبد الشافي، الكابتن جمال علام محترم وكل اعضاء مجلس الاداره محترمين. اسمح لي بس، لكن لينا تحفظات. طيب اسمح لي بس، يعني خليه يقول. هذا المجلس بيدار، واخد بالك، بيديره الاستاذ جمال علام ومجلس اداره ومعهم يعني اجابه السؤال دي واحده، ومعهم مدير تنفيذي انا بعتبره بلاي ميكر، يعني صانع العاب، اتصالات مع الداخليه، تنسيق مع الداخليه، تنسيق مع الامانه العامه للقوات المسلحه عشان الماتشات. لازم ندي للناس حقها. الادارات، اداره لجنه المسابقات بتعمل على قدم وساق في وضع الجدول، التوقيت، طيب الملاعب. ممكن بس في دقيقه علشان يعني مش ده موضوع عشان اخبار، يعني انا بس حبيت ان انا المس على حته من يدير الجبلايه وكل ما يشاع يعني خارج حساباتنا وملوش عايز تقول اي حاجه تاني؟ الاخبار هنرجع لك. تحفظاتك في نقط لو سمحت، عشان احنا اولا انا يعني اخر حاجه هنتكلم فيها بالاخبار يا جماعه، وبعدين طب تحفظاته بس بما ان انت دخلتنا. انا اقول الاخبار وبعدين من حق هيقول تحفظات. لا، من حقه يرد على كل حاجه انا قلتها، بس اخلص الاخبار. انت حضرتك قلت عشان مرتب الافكار بس. حضرتك قلت نقط، والله هرجع لك نقط. قضيه البث لم تحسم من اتحاد الكره في وجود اجتماع اعضاء غرفه صناعه الاعلام، وكان الاستاذ جمال علام موجود. والاجتماع لا اكمل بس. الاجتماع بدا الساعه 12 علشان يتاجل الساعه 3، وجمال علام يعتبرها قاعده عشان الشرب والشاي. اول حاجه قضيه البث. نمره 2 اختيار اعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
ماشي. لا نمرة 3 ما فيش احنا دلوقتي نمرة 3 لجنة المسابقات من اللي اختار رئيسها، على الرغم من انا بحترمه واقدره ومن الناس النشيطة جدا. ثواني بس يا كابتن. اولا يا كابتن احنا مش هنجاوب دلوقتي، هنخش في الاخبار. دي النقاط، هو بيقول نقاط. دي النقاط اللي انا بتحفظ عليها. اول نقطة بس عشان ثانية بس. طب انا كاتبهم، خش لنا في الاخبار. اولا اللي انا عايز اقوله ان اتحاد الكورة بيدار، واخد بالك، وبعدين لجنه البث. طب ما هو في لجنه البث، في لجنه، احنا هنبدا بالقضايا بعد اذنك بس ارد على الحته في لجنه. ايوه في لجنه مكونه، واي واحد عايز اي خبر يبقى يسال عليه. المهندس محمود الشامي رئيس عليه اي كومنت؟ في كومنتات. لا كومنت احنا كده. طب لا يا جماعه ثواني بقى، ثواني من فضلك يا كابتن عزمي، نبدا بالاخبار عشان ادخل انا، عشان دي قضيه هتاخد 10 دقائق. هقول الاخبار. المنتخب القومي حصل اجتماع مع الكابتن شوقي غريب عشان الاربع لعيبه اللي لا انا اقول الاخبار بقى. طيب كل ما يصار على حول استبعاد او اضافه كله عاري تماما من الصحه. عاري من الصحه. من الصحه يعني الخبر بتاع امبارح ده مش كله اخبار مضروبه. الكابتن شوقي غريب اجتمع مع الاستاذ جمال علام، الكابتن حسن فريد، وبعض اعضاء المجلس والعميد ثروت، واتكلم الراجل في السلبيات والايجابيات بتاع الفتره اللي فاتت. وبعدين عايز اقول لك حاجه، طب ما هو الكابتن حسن شحاته خرج من الادوار الاولى وبعديه برادلي اللي كان بياخد 40,000 يورو. الدنيا ما تهدتش يعني. لكن لما يكون لسه في امل عندي يبقى ليه امل عندي، يعني ومقطع في الجهاز الفني بالشكل ده. اتحاد الكوره يبقى لا مؤاخذه احنا مش مصريين. يبقى اتحاد الكوره جدد الثقه في طبعا جدد الثقه. انا بس عايز اقول ولا تدخل انا مش بتكلم اهو كابتن. خلص اللي عنده لا تدخل في احنا بنتكلم في الاخبار. اصل انا هقول لك انا كان المفروض لك حوار 4 صفحات كاتبه شوقي غريب في الاهرام الرياضي. يا بخت من كان هنا ابو رضا. طب نكمل بس نكمل. لا يوجد اي واحد بيفرض على الكابتن شوقي غريب في اختيار اي لعيبه. انا بتكلم بوضوح تمام، وانا ما عنديش معليش على دماغي بطحه. لا دي عارفها. انا بتكلم بما يرضي ربنا. اولا ان الفريق، ان الكابتن شوقي غريب ما فيش حد بيفرض عليه، وانا اعرف شوقي كويس. تمام. ان في مجموعه من الحقده والقلوب السوداء اللي هم شغالين ضد شوقي غريب، لكن الراجل اختياراته منه من دماغه ما استبعدش حد. حط برنامجه، وده كنت انا قاعد انا معاه والكابتن حسن فريد وانا جاي على طول. كويس. المعسكر هيبدا يوم 29/9 وحتى 15/10 للاستعداد لمباراة بتسوانا خارج مصر وداخل مصر. السفر لبتسوانا يوم 7/10 عن طريق جنوب افريقيا. العودة يوم 11/10 الساعة 10 مساء. طيب كل دي طبعا حاجات يعني دي بالنسبة جديدة حصرية أول مرة حد يعرفها. أقولها تاني. المعسكر يوم 29/9 حتى 15/10. الاعداد لمباراه بتسوانا. السفر لبتسوانا يوم 7/10 عن طريق جنوب افريقيا، والعوده يوم 11/10. كويس. وانا بقول عشان اقفل هذا الملف والكابتن شوقي غريب لم يصرح لا مشى لا استغنى عن حد ولا اضاف حد الى الان. يعني كل دي زي ما انت قلت اخبار، كل دي اشاعات ودي برنامج المنتخب لحد يوم 11. طالما عندنا امل يبقى كلنا نتمسك بالامل، ما نقطعش في الناس وندغدغ فيهم. واحنا ما زال عندنا. ايه الخبر الثاني؟ الخبر الثاني رئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام ومجلس الاداره منحوا التلفزيون المصري حق البث الارضي والفضائي لمباراه السوبر بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله. في لجنه كويس جدا يعني. ده خبر برضو يعني خبر مهم على اساس ان الام بي سي عامله استوديو. انا بقدم الشكر لموقف اتحاد الكوره. ويمكن اكد لي الاستاذ جمال علام وانا موجود في حضور المهندس ايهاب لهيطه والمهندس احمد مجاهد والكابتن حسن فريد، اكد لي المعلومه والعميد ثروت سويلم. يعني بكره ارضي وفضائي على التلفزيون المصري. وبلغوني هذا الشكر لهم والتحيه طبعا على هذا المجهود المحترم. بعد عرض هذا طبعا القرار على اللجنه، لجنه البث المشكله، وانا بقول على الهوا اهو، اللي عايز يستفسر عن اي حاجه بخصوص البث في المهندس محمود الشامي رئيس اللجنه، ومعاه المهندس ايهاب لهيطه وعضويه المهندس ايهاب لهيطه والكابتن سيف زاهر والكابتن خالد لطيف. تمام. عشان نقفل الموضوع ده. الحاجات بقى الجديده بقى الكواليس. الكواليس اللي لازم نقولها قبل ما اقولها بالنسبه للماتش عشان ننتهي من ماتش السوبر. العميد ثروت سويلم قال لك قبل ما اجي، قال ان سمحت وزاره الداخليه بدخول 50 فرد لكل نادي، 50 للاهلي و50 للزمالك.
واكد لي العميد ثروت ان ما زال اتصالاته باللواء اسامه الصغير، وده من الشخصيات المحترمه في طبعا القيادات الداخليه طبعا، عشان يزيد العدد قليل قوي ل 100 يعني بيحاولوا يعني. النهارده واحنا قاعدين نتناقش في حضور الاستاذ جمال علام والعميد ثروت المهندس قبل ايطا المهندس احمد بجد الاتي عشان تعرفوا ان الاستاذ ايهاب جلال طلب من المهندس ايهاب لهيطا رقم فاكس الاتحاد، عشان قال لك ان انا عايز ابلغ اتحاد الاذاعه والتلفزيون عن الجلسه، وصرح واكد ان هناك تعاون وتنسيق ما بين القنوات الفضائيه والتلفزيون المصري. ده كلام ده رد برضو على اللي بيشككوا بالعلاقه ما بين التلفزيون المصري والقنوات الفضائيه. انا بقول ده الخلاصه. ده الخلاصه. لا بس انا علق بس هي العلاقه بين التلفزيون المصري والقنوات الفضائيه اعضاء غرفه صناعه الاعلام علاقه طيبه، لكن العلاقه غير طيبه للاجتماع اللي حصل يوم الثلاث هو اللي كان فيه علامات استفهام كبيره جدا. اكمل بقى. ما هو بيرد على علامات الاستفهام. لو ام حسن طلبت ان تتعاقد مع اتحاد الكوره باعلى سعر هناخده. احنا عشان تاخد اقل من السعر وبعدين نتقطع ويجي مخالفه ناس تتحبس. الاتحاد بياخد اعلى اسعار. الشركه بريزنتيشن عرضت اعلى سعر 1,550,000، اللي بعديها كان 400,000. ناخد ال 400,000 والاتحاد يتقطع؟ يا جماعه ما تشوفوا دي حاجه. الحاجه الثانيه قاعدين تتكلموا على بريزنتيشن والاستاذ عمرو الخياط قال كذا، الاستاذ ايهاب جلال قال كذا، وده قال كذا، والاستاذ محمد امين قال كذا. بالظبط. ما تعرضوا اعلى منهم، ما تاخدوش ليه؟ يا كابتن عزمي العرض كان من خلال غرفه صناعه الاعلام، ما هو دقيقه واحده من خلال اتحاد الاستاذ عمرو الخياط انا بتاكد من المعلومه قبل ما اقولها. الاستاذ عمرو الخياط وقع على المحضر والتوقيع موجود في الاتحاد. انسحب ليه الاستاذ عمرو الخياط من المناقصه بعد الاطلاع على خطاب غرفه صناعه الاعلام، اكد انه لا يستطيع تقديم عرض طالما الغرفه انسحبت. ده الاستاذ عمرو الخياط صدى البلد. يبقى ايه الكلام؟ لا الفرق كمان من 400,000 ل 1,550,000. طيب يعني انا يا استاذ عبد الشافي، طب انا ممكن اتكلم طبعا يا فندم طبعا. طب انت خلصت؟ لا انا بخلص بس عشان تقول اللي عندي. انت قلت اللي عندك يا سيدي. اخر حاجه انا عاوز اقول لك حاجه، اخر حاجه بس هتاخد نفس الوقت. هتاخد نفس الوقت. اخر حاجه في حاجه احنا برضو بيهمنا بلدنا. في خبر وانت من الناس المدافعين عن الاتحاد الاذاعه والتلفزيون يا كابتن عزمي. في خبر بس عن السيد محمود ابو النصر وزير التعليم. صرح بان الكتب المدرسيه جاهزه وجاهزه من قبل يوم 18/9، وهتكون كل الكتب تسلمت للادارات. عندنا معلومه ان بعض المناهج لم يتم الانتهاء منها الى الان، خاصه الالماني والفرنساوي والاسباني. ليه التاخير؟ وبعدين حتى ما دربوش المدرسين على المناهج الجديده. احنا بنقول ليه؟ عشان كل اسره عندها تلامذه. طبعا لازم يبقى في مصداقيه في الكلام من السيد وزير التعليم. طيب ده موضوع اخر. طيب ده بالنسبه دي موضوع انساني بس. طيب انا ابدا كلامي قبل اتكلم ارد على الكابتن عازم ويقول مين يدور الاتحاد. اقدم العزاء لمصر والمصريين في وفاه الكاتب الصحفي الساخر الاستاذ الكبير احمد رجب الذي شرفت بالعمل معه بعض الوقت حينما كنت في مؤسسة أخبار اليوم. وأنا بفخر هذا الراجل الذي حمل هموم المصريين وأحلام المصريين واختصر كل أحلام المصريين في نص كلمة. فالعزاء لكل مصر والمصريين في الكاتب. العزاء مفيش كلام. وكان سابق عصره أكيد. ويكفي الله يرحمه. الله يرحمه. والله يكفي عبد المشتاق. طبعا كان المشتاقين زي وكفر لها ندوة. المشتاقين على اتحاد الكورة كتير جدا. الوقت ما ياخدناش بس. الوقت ما ياخدناش. أدخل في الكلام بالنسبة لاتحاد كورة ومن يدير اتحاد كرة القدم. احنا على فكرة أجلنا ملف السوبر طالما فتحنا اتحاد كرة القدم. اولا نتكلم على المجاملات في اتحاد الكوره، جمالات مفضوحه يا كابتن عزمي، واديني فرصتي ان انا ارد عليها. لا حضرتك معاك مش هيقطعك ان شاء الله. دي واحده. الحاجه الثانيه، لو انا جيت اتكلم على اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر، هلاقي اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر شوقي غريب فرض فرضا على اتحاد كرة القدم. ليه؟ مين فرضه؟ فرضه المهندس هاني أبو ريدة. وفي حوار في الأهرام الرياضي، وأنا أجيبه لك الحلقة اللي جاية،
الكابتن شوقي غريب اللي جابني هنا بوريده، وانا محظوظ عشان بيدعمني وساندني هنا بوريده، وان يدعمني وساندني هنا بوريده مش عيب. هل ده وقت واحنا عندنا تصفيات؟ لا يا استنى اكمل استنى بس دقيقه واحده بس. انا بس يا كابتن احنا عايزين، انت دلوقتي بتتكلم في تشكيل جهاز بيتشكل بقاله سنه. انا بتكلم على المجاملات في الجهاز يا كابتن عزمي. بس حته المنتخب نبعد عنها دلوقتي. استنى ما انا هرد عشان ارد بس على اللي انت قلته يا جماعه. احنا عندنا تصفيات. الكابتن الراجل ده بيحب بلد. انت عارف لو انا اعرف ان الراجل ده ضد بلده بس اسيبه يتكلم. احنا يا استاذ عبد الشافي عايزين الاعلام كله، وانت منهم وانت من الناس. اقسم بالله انا لو جالي مين وعبد الشافي صادق اروح مع عبد الشافي صادق، لانه راجل طبعا الله يخليك. ده فخر ليا، انا افخر بده واسمع على صدري. لكن لازم اوجهه. احنا الوقت يا كابتن عزمي مش عاوزين ندفي الروس وفي الوقت مش نخلص من التصفيات. قول اللي انت عايزه. طب انا هقول عايزين نساند بس احنا برضو موقفنا سيء. ما ننبش في الماضي. احنا عايزين نساند. ماشي. الكابتن شوقي غريب جه اختار 2 بس في الجهاز الفني. مين هم؟ علاء نبيل واسامه نبيه. محمد سلام فرض فرضا عشان مجامله لرئيس نادي سموحه. احمد حسن مين اللي جابه؟ احمد حسن اعتزل امبارح، النهارده مدير المنتخب. احمد حسن لا يهمه، وهو لاعب كبير ونجم كبير وصاحب تاريخ وانجازات وبطولات. لا يهم احمد حسن غير احمد حسن. احمد حسن عاوز اقول حاجه مهمه جدا في منتخب مصر. انا بحب منتخب مصر، انا واولادي ما نمناش عشان منتخب مصر اتغلب. ماشي. لكن اللي انا عاوز اقوله مهم جدا، هو الكابتن احمد حسن مش مدير منتخب مصر اللي كان سهران للفجر بياكل بقلاوه في مكتب السفير وسهرانين في الفندق في السنغال لغايه الفجر بيعملوا شات وبيتكلموا في التليفونات، وتاني يوم صباح المباراه بلاش دي قبل السفر مباشره مش كان معاهم وزير الشباب والرياضه بيتكرموا عندي الصور واجيبها لك يا استاذ حازم لو كنت عايز الحلقه اللي جايه. الساعه 1 بالليل بياخدوا ميداليات وقال جمعيه المحترفين بتكرمهم. ازاي منتخب عنده مهمه وطنيه؟ المفروض ان انا بنام عشان عندي معركه الصبح، اروح انا اسهر واتدلع والوزير قاعد بيتفرج. ده لا بص يا كابتن عزمي، يعني هو بيتكلم في لا هو بيتكلم خلي الوزير يقول لمدير المنتخب دي مهمه. مدير المنتخب مش هيلعب برضه ماشي. لا مدير المنتخب يا كابتن عزمي، مدير المنتخب مش هيلعب. مدير المنتخب يا كابتن عزمي هو الذي يدير، هو اللي يقول اللعيب الفرقه دي تنام امتى وتصحى امتى وتتغدى ايه وتفطر ايه. شغل الكابتن علاء نبيل. اكمل شغل الكابتن علاء نبيل من المحترمين اللي شغالين كويس عشان تتعلم من الكابتن الجوهري. الله يرحمه. بقول لك يعني محترم. ماشي. ده بالنسبه لاختيار احمد حسن. طبعا هنا بوريده واحمد حسن المشغول دلوقتي بقى عشان الناس تعرف انه عاوز يرشح نفسه في البرلمان. هو كان عنده مشكله اليومين اللي فاتوا وعاوزين يجهزوا له مجلس الشعب كان مشغول، عاوزين يجهزوا له اوضه في الجبلايه تبقى مكتبه. دي كانت مصيبه سوداء. كابتن احمد حسن لا، وبعدين حتى دلوقتي كل الشغل الاعلامي انه الراجل عاوز يرشح نفسه. اللعيبه نفسهم كان ادائهم فاتح. ما انا هقول لك يعني هل ده السبب؟ يعني احمد حسن السبب في اداء اللعيبه؟ انا بقول لك على المجاملات في اختيار الجهاز الفني. لسه ما دخلتش على المجاملات في اختيارات اللعيبه. ماشي. اجي اتكلم على مين يدير الجبلايه. لما محمود الشامي بيجيب لي كل ابناء المحله يدربوا المنتخبات، شوقي غريب منتخب اول، ياسر رضوان منتخب شباب، احمد صالح، اكرم عبد المجيد. ايه ده؟ هي مصر كلها. انا عاوز اسال سؤال بس. ايه المانع؟ اسال سؤال بس. محمود الشامي فين غزل المحله وفين بلديه المحله؟ هو ماله بيلعبوا في دوري المظالم. هو الكفاءه بس يعني هل هم كفء ولا لا؟ بس هرد عليك في الحته دي. اقسم بالله العظيم 3 انا ما كملتش يا كابتن عادل. اقسم بالله العظيم 3 انا لا شفت امانه ولا انضباط ولا حب لاتحاد الكوره زي محمود الشامي. يعني انا لا اتهمه في امانته. لا راجل انا اتهمه في امانته وبيعمل ولكن اتهمه هو يا جماعه هو مشكله واحد ان هو من المحله من المنصوره. ايه المشكله؟ لا مش بتكلم على ده. مش دي بس هي انا دي بص. ودلوقتي محمد عماره مرشح يمسك منتخب الناشئين. يعني الله هو كل منتخبات مصر هتبقى لا يا اخي في اهلي وفي زمالك في ترسانه. بعد اذنك هي مشكلتي ان انا في سين او صاد ربنا كرمني وانا من المحله تبقى وصمه عرف جابيني. طب ايه هي؟ لا هي هو بيتكلم ان يعني الاجهزه كلها بس هي هل هم وبعدين على فكره هل انت عندك اعتراض على كفاءه الناس دي؟ هم من المحله على فكره الكفاءه ايه بدليل ان اتغلبت السنغال وتونس؟ على فكره ما هي ده اللي فتح الملفات على كلها. على فكره كمان الحاج محمود الشامي ما بيختارش لوحده، في مجلس اداره بيختار معاه. ارد حاجه ثانيه. ادم العبد خلص على برادلي. ادم العبد كل المصريين
الصحافه كلها والاعلام كله والنقاد الرياضيين والخبراء قالوا ادم العبد لا يصلح للعب لمنتخب مصر. صمم برادلي تشيلنا 6 من غانا. برضه الكابتن شوقي غريب مصمم لنا على غزال. كعب الغزال يا متحني. شيلنا من تونس وشيلنا من السنغال. يا جماعه احنا لازم تسمعونا، لازم تسمعوا الاعلام. هو مش حريفه كوره، الكوره ليها رجالها، لكن ليهم وجهه نظر. غزال اداؤه ايه في البرتغال يا جماعه؟ في البرتغال ايه؟ غزال انا كل الثلاث اجوان منه. هو ده، وانا عايز اقول لك حاجه، هو الدوري المحصله ايه؟ الدوري المصري، اسمح لي بقى، هو الدوري المصري اقوى من الدوري البرتغالي. لا هو الدوري المصري مش جاب لي كاس الامم الافريقيه 3 مرات بس. هو احنا خدنا وقت ازيد من اللازم في القضيه دي، لكن اللي احنا عايزينه ان بنقول ان اللي فتح كل هذه الجروح الهزيمتين المتتاليين موجعين يا استاذ حازم، موجعين لان هم بيضعوا منتخب مصر اللي هو على رأس القارة الأفريقية ل3 دورات متتالية، بيضعوه على احنا دلوقتي بنقول يا رب نوصل كاس الامم الافريقيه مش كاس العالم. حلم هنوصل طالما في امل إن شاء يا جماعه، الله. طالما في امل. طيب عايز اروح ما اقدرش ان انا اقطع. طيب يا كابتن عزمي مش اسمح لي هنقفل يا كابتن، هنقفل الملف ده وهنروح لمباراة السوبر المهمة بكرة إن شاء الله ما بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. المباراة دي يعني عليها كلام كتير من حيث التشكيل والأوراق الرابحة، سواء للأهلي وجاريدو هيعمل إيه، أو الزمالك وحسام حسن كمان خططه إيه والتشكيل هيكون إيه. أنا بس عايز أقول في الخصوصية دي أولا أنا أتمنى ودي رسالة للجهاز الفني في النادي الاهلي والجهاز الفني في نادي الزمالك ولاداره الاهلي ولاداره نادي الزمالك، المباراه منقوله طبعا لاكثر من 40 دوله. ايوه، فاحنا عايزين نبعت رساله للعالم ان احنا ناس متحضرين في كل شيء. هايل يا كابتن عزمي طبعا، ويهمنا ده المهم، ويهمنا جدا ده اهم مباراه ونتيجه طبعا. ويهمنا جدا الرساله من خلال هذه المباراه. ننسى بقى ذاتنا شويه، الروح الرياضيه، وننسى ذاتنا شويه ونتكلم روح رياضيه، ويبقى منظرنا كويس في المقصوره وسلوك الاجهزه الفنيه على اعلى مستوى واللعيبه مع بعض طبعا. واتمنى من اللعيبه اللاعب لاعب، ويتركوا الحكام المصريين بيحكموا للمره الثانيه ماتش قمه، وان شاء الله يبقى زي الماتش اللي فات. طيب اشكرك للملاحظه دي، اتفضل. انا اؤيد كلام الكابتن عزمي واضيف عليه اقول كمان ان احنا لازم نبقى حريصين، لان على الروح الرياضيه لاسباب كتيره، ان في بيانات كانت متبادله بين الناديين، ما ننساش ده، في عمليه شحن ما بين الناديين، مش ما ننساش ده في جمهور الزمالك او جمهور الاهلي. أيوة. احنا نتمنى ان دول قطبين الكره المصريه يقدموا الرساله للعالم كله، العالم كله بيتفرج على ديربي مصر. أيوة. ده ديربي السوبر، ده من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الجماهيريه، عاوزين نشوف في استاد القاهره كره حلوه، رساله حلوه للعالم كله، هي دي مصر اللي حاول البعض يعبث بيها. بسرعه تقول لنا كده التشكيل المتوقع. التشكيل المتوقع لما اتكلم على، لو جيت اتكلم على الزمالك في حراسه المرمى هو مستقر عليها زي النادي الاهلي بالظبط. يعني اذا كان في شريف اكرامي في النادي الاهلي، ففي احمد الشناوي في نادي الزمالك. لكن في مهم حاجه لازم نقولها للساده المشاهدين، ان في تخمه في الناديين، في تخمه كبيره جدا، في مشكله بالنسبه للجهازين الفنيين في الناديين. لو قلت النادي الاهلي رايح القطن الكاميروني في جروه في الكاميرون ومعاه 16 لاعب، هم دول المقيدين افريقيا، لكن تعاقد مع 8 لاعبين او 9 لاعبين، ففي تخمه غير الناشئين، في تخمه في فريق النادي الاهلي. لو اتكلمت على الزمالك في تخمه في نادي الزمالك. طيب اتكلم من بدايه من الدفاع يا استاذ حازم. في الاهلي في الزمالك. انا عندي احمد دويدر وعلي جبر واسلام جمال وياسر ابراهيم ومحمد بازوكا وحمد طلبه، دول مساكين. هختار منهم مين؟ كابتن حسام في حيره من امره، بس هناك الترشيحات بترشح علي جبر واحمد دويدر. ماشي. الظهير الايمن عندي حازم امام، في 4 لعيبه ريح او 5 لعيبه ريحوا كابتن حازم، كابتن حسام حسن. لا ريحوه من ان هو في عمليه الاختيار، يعني حازم امام، طارق حامد، رضا العزب، صالح موسى، باسم مرسي. 5 طلعوا من زحمه الزمالك. والسيسي برضه على ما اظن. لا سيسي، لا السيسي جاي من ليبيا. ماشي. في المساك هيبقى علي جابر واحمد دويدار، عمر جابر على اليمين ومحمد عبد الشافي على الشمال. في نص الملعب في مشكله بالنسبه لكابتن حسام حسن، عنده 8 لعيبه يا كابتن عزمي ارتكاز، 8 ديفندر. 8 ديفندر، اخرهم كان 8 طارق حامد اللي استبعد، ففي 7 عاوز يختار منهم
3 يلعبوا في الارتكاز. الترشيحات بتقول محمد كوفي، ابراهيم صلاح، معروف يوسف، لكن الثمانيه فيها احمد توفيق، محمد شعبان، في مجموعه كبيره من اللي بيلعبوا ارتكاز. لو اتكلمنا على خط الوسط المهاجم برضه عنده نفس الزحمه. الترشيحات بتقول احمد عيد عبد الملك من ناحيه الشمال، وايمن حفني من ناحيه اليمين، والمرشح يلعب راس حرب، على الرغم ان انا عندي تخمه في هجوم نادي الزمالك، تخمه كبيره، عبد الله سيسيه وخالد قمر وباسم مرسي واحمد علي ومحمد عبد المجيد ويوسف اوباما ومحمود خالد. يعني خط الهجوم اسهل بالنسبه هيبقى عبد الله سيسيه. ماشي. وخالد قمر، خالد قمر احتمال يبقى على الدكه، احتمال يبقى موجود. اصل دي كلها اجتهادات. الكابتن حسام حسن طبعا عامل اكتر من سيناريو واكتر من تشكيل. بس الاهلي الموضوع اصعب شويه في الاهلي، لان الجاهزيه اعتقد والافضليه متقاربه جدا. يعني مثلا هيبقى سعد سمير ولا محمد نجيب؟ لا، هو ما فيش غيرهم. تقول لي ليه؟ اقول لك سعد سمير ومحمد نجيب. الثالث بتاعهم في شريف حازم. الثالث موجود. يعني في الدفاع عندي سعد سمير ومحمد نجيب وشريف حازم قولوا اي وائل. الاقرب للجاهزيه سعد سمير ومحمد نجيب. ودول اللي كنا احنا اتكلمنا عليهم كان المفترض يلعبوا في منتخب مصر بدل من اوكا واورتيجا. ما طالما اوكا يبقى اورتيجا صح. ما هو طبعا اكيد انت مش مبسوط بالنتائج، يعني انت بتدافع صحيح، بس يعني انا مش بدافع عن باطل يا جماعه. ما هي لا مش اللي حصل ده برضه صعب يا كابتن. برضه يعني احنا بعد نكسه كتير على المصريين يناير دي بقت نفوسنا وحشه مع بعض، فرقونا. لا الجماعه فرقتنا يا كابتن عزمي. بس اقول لك بقى احنا بعد 30 يونيو عايزين بقى نساعد بعض. ماشي نساعد بعض. حته بالنسبه للظهير الايمن عنده 2، واحد بس في الظهير الايمن. شريف عبد الفضيل مصاب. تمام. بدليل طبيب النادي الاهلي، وانا بطالب من خلال هذا البرنامج بمساءله طبيب النادي الاهلي الدكتور ايهاب علي، لان عنده مجزره لعيبه، عنده 9 لعيبه مصابين، على راسهم شريف عبد الفضيل، وكان عماد متعب، وكان وليد سليمان، ومجموعه كبيره جدا. فما فيش في الباك رايت غير عندهم باسم علي اللي لسه جاي. الله، طب ما هو لو ما جابوش باسم علي كان يلعبوا مين؟ يعني طيب، في مشكله يعني علشان بس في الظهير الايسر عنده 2 صبري رحيل والاحسان سيد. انا اعتقد هيبقى صبري رحيل. والوسط المدافع عنده حسام عاشور ومحمد رزق وحسام غالي، تريزيجيه مصاب، واحمد خير ومحمد حسن. انا ممكن وجهه نظري المتابعه يعني النادي الاهلي هيبقى حسام غالي ومعاه حسام عاشور او احمد خيري، واحمد خيري هو الاقرب. طيب احنا ما كملش الهجوم يعني سريعا بس الوقت بيعدي معاكم. عندنا كريم بامبو، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في ظروف مش بامبو. بامبو مش بانجو. وفي موسى ايدان. سعيد بامبو بس. وفي الهجوم في عماد متعب وعمرو جمال. طبعا كلنا لا يختلف احد على عمرو جمال، مشروع نجم، مشروع مهاجم. طيب. مهم الكره المصريه. طبعا احنا كنا عايزين نناقش شويه القصه دي، لكن الملعب بكره ان شاء الله والفريق الاكثر جاهزيه والاكثر تواجد في الملعب هو ان شاء الله الثبات الانفعالي طبعا هو اللي هيحقق الفوز بكره. اخر قضيه النهارده قبل ما نختم، قانون الرياضه اللي ظهر على او النهارده اتنشر على الصفحه الرسميه لوزاره الشباب. ده حسب كلام السيد وزير الشباب والرياضه. تمام. احنا معانا تقرير عن بند 8 سنوات، اهم مشكله او اهم عقبه في قانون الرياضه اللي دار عليها حوارات كتير. هنشوف التقرير وهنرجع في دقائق هنناقش هذا الموضوع. هو بند 8 سنوات في اللجنه الاولمبيه، هو يعني انا مؤيد ان هم الاداره اللي هو تبقى صح وشغاله صح تقعد اكتر من 8 سنوات. ده مش وقته خالص والله، يعني المفروض احنا في وقت عصيب، المفروض نحط ايدينا في ايدين بعض، نتكاتف. مش وقته يعني، نقوم بالاول بالدنيا، نرجع الجمهور، نقوم الدوري، بعد كده نشوف خلافاتنا دي بعدين. يعني انا مش مفضل او دلوقتي ان انا احبذ موضوع الصراعات. البلد مش يعني ما فيهاش يعني فرصه للصراعات. دلوقتي احنا لازم نتكاتف، وزاره الشباب مع اللجنه الاوروبيه، ويعملوا بقى يعني حل للمواضيع دي. حاجه ادام بقت عالميه المفروض ان كل الدول تلتزم بيها، فما يبقاش مصر بس لوحدها ما تعملش الحاجه، لان احنا كده مش هنبقى بنواكب. فانا رايي ان هو المفروض يطبق زي ما الدنيا كلها ماشيه. مش حلوه يعني، لازم عشان نشوف يعني هو اشتغل او ما اشتغلش انت بتجبره ان انا يكون موجود معايا 8 سنين. لا، احنا نرجع زي الاول تاني، تبقى مفتوحه عاديه، تبقى اي حد يأدي
يبقى موجود، يعني مش شرط مين، مش شرط فلان، مش شرط اي حد، فلازم يكون يدي شكل كويس يعني. طبعا نطبق اللوائح والقوانين بتاعه اللجنه الاولمبيه عشان دايما نبقى متصلين ببره ونبقى عارفين ايه الجديد بالنسبه لنا. يعني انا مع بند ال8 سنوات ده لسبب واحد، لان مش معقول في بعض الاتحادات يا جماعه ممكن تقعد 100 سنه الاعضاء بتاعتها مش هتتغير. ليه؟ لان في بعض الاتحادات مقفوله على نفسها، مش عايز اقول اسماء معينه لاتحادات معينه، ده مجموعه من الاعضاء ومجموعه من الرئيس، هم ممكن يقعدوا مثلا 30 40 سنه على هذا النظام. قانون الرياضة اللي اتنشر النهاردة وبند ال8 سنوات، والأهم تجدد الخلاف مرة أخرى ما بين اتحاد هذا بيت القصيد. ما هو ده اللي بنقوله، يعني اللجنة الأولمبية مش الأولمبية 8 سنين ولكن بيت القصيد، اللجنة الأولمبية وتجدد الصراع مرة أخرى. رأيك إيه في الحكاية؟ والله أنا يعني ليه تجدد أنا ما أعرفش الملف ده اتفتح تاني؟ أنا ما أعرفش نجيب للمستشار خالد زين وزير منين؟ بنجيب له وزير من كوكب آخر؟ يعني الخلافات مع كل الوزراء، يمكن المهندس خالد عبد العزيز اتعرض لهجوم شرس ان ادى للجنه الاولمبيه كل الصلاحات اللي هي عايزها. الفلوس هي اللي توزعها على الاتحادات. كل حاجه عملها له، يعني اداها صلاحيات يعني وزاره الرياضه، اداها صلاحيات كثيره جدا. ويمكن المهندس خالد عبد العزيز تعرض لحرب شعواء بهذا الموضوع. ويرجع طب عايز ايه تاني؟ طب هو كل القصه 8 سنين. ايه المطلوب؟ هو كل الموضوع، كل القصيده القصيد 8 سنين، بند ال8 سنين. انا كل واحد له رايه. انا ضد القانون ال8 سنين، لان ما تحجرش على حد. بيجي يقول لك عشان نطلع كفاءات، هي فين الكفاءات؟ طب ما هي تجارب كثيره جدا سواء في الاتحادات وسواء في الانديه. بس برضه ده مش منطق يعني. عايز تفطس؟ يا ما هي تفطست يعني. هنديهم الفرصه امتى؟ الجماعه اللي قاعدين على الكراسي. ايوه هنديهم الفرصه امتى يا كابتن عزمي؟ انا عايز اقول حاجه، ما هو في امثله كثيره جدا في الاتحادات والانديه، واخد بالك؟ انا ليه ما لا وعالميا يعني ما فيش عالميا، ما فيش 8 سنين. لجوزيف بلاتر ده بيعمل ايه؟ ما فيش 8 سنين. لا ما عندوش 8 سنين. طب وده مش مكان، بس هو اكبر رئيس اكبر مؤسسه فساد في العالم. ايوه تمام، بس انا ليا راي. ماسك في الكرسي. اعطوا الجمعيه العموميه صلاحيتها. الجمعيات تحاسب. ايوه، تفعيل دور الجمعيات العموميه. ادوا للجمعيات العموميه دورها. يعني الجمعيه العموميه هي اللي تختار اللي يختاروه وما يختاروش اللي ما يختاروش. ما افرضش رايي انا بقانون، ما افرضش رايي. طب ما انت كده رايك مع المستشار خالد زين. لا يا سيدي، انا مالي ومالي. هو انا مش بتكلم على دي. المستشار خالد زين بيفتعل مشاكل على طول مع الوزراء. المهندس خالد عبد العزيز احنا كلنا بنساعده وكلنا نقف وراه، لانه راجل كويس وراجل شغال كويس جدا. تمام. ويكفي الملاعب اللي عاملها ويكفي مسددات لا وراجل عامل شغل 10 على 10. راجل بيعمل شغل، واخد بالك؟ صحيح. وبيدي اعانات وبيزود الاعانات عشان الناس تشتغل. لا ومهدي الاجواء ولامم الناس وعامل شغل ممتاز امانه. صحيح. عامل شغل 10 على 10. تمام. ما نكسروش بقى. طيب. ما يطلعش خالد عبد العزيز. ايه رايك في الكلام؟ انا رايي يكسروا. انا رايي وده قلته كمان للدكتور اشرف صبحي وهم بيحطوا القانون، قلت لهم يتحط في القانون ماده اي مصري يلجأ للمنظمات الدولية لبهدلة الرياضة المصرية يتم عقابه فورا وعزله فورا من منصبه، وتصل العقوبة للسجن كمان. والنص ده موجود في القانون السعودي. يعني الرياضة السعودي. انت قصدك عشان رئيس اللجنة الأولمبية لأن هران شكاوى الرياضة المصرية الاستقواء بالخارج. الاستقواء بالخارج دي اتفضحنا. ماشي. الحاجة الثانية، أنا بدل هو ما يكلمني على بند ال8 سنين، أنت عملت إيه في بند ال8 سنين؟ أنت أولا هل اللجنة الأولمبية اللي راحت دورة لندن دي وفضايحها في الملابس ومشاكلها هي دي اللجنة الأولمبية اللي أنت عاوز تستمر فيها؟ أيوة. دي واحده. الحاجه الثانيه اللي هي اولمبياد لندن. اولمبياد لندن. انت في اولمبياد بعد كده اللي جايه. طيب يا سيدي، انت عاوز احنا القانون احنا عاوزين نعمل كوادر. ال8 سنين كفايه. رئيس الجمهوريه 8 سنين. يعني الرئيس السيسي هيقعد 8 سنين بس. أيوة. دي واحده. ما تتفرغ لاداره الاتحادات عندك. انت عندك اتحاد اسمه اتحاد كره اليد، عضو مجلس ادارته الكابتن علاء السيد، يعمل حاليا هو عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد، ويعمل حاليا المدير الفني للاتحاد القطري لكره اليد. ازاي؟ ازاي؟ طيب انت ساكت على الملف ده. هفتحه العدد الجاي. الحلقه الجايه ان شاء الله. الحلقه الجايه هنفتحه. ازاي يا كابتن عزمي انا عضو مجلس اداره موجود في الدوحه مدير فني للاتحاد القطري وهنا ما بحضرش جلسات؟ مين اللي ساكت على ده؟ رئيس الاتحاد يحاسب. رئيس الاتحاد بيجامله حسن مصطفى لا ده ملف كبير نفتحه العدد. لا ده خليه الحلقه الجايه. طيب يعني ماشي. فانا ضد مبدا ال8 سنوات. ضد انا
وزير الغاء 8 سنوات، لان الخروج من مساله ان كل شويه يبقى في ازمه ما بين يعني طبعا اللجنه الاولمبيه وزير الرياضه على حق حازم. ايوه وبعدين اخرتها ايه؟ ما كل اخرتها نقول وزير الرياضه يستخدم صلاحياته بمعنى وزير للرياضه هو عنده من السلطات والصلاحيات يقدر يستخدمها. تمام. يعني النهارده من خلال حلقتنا تعرضنا، انا عايز اقول حاجه بس صغيره سريعا بس عشان انا عايز بس اقول بالنسبه للوزير محمود ابو النصر يطلع بيان بالكتب لان الكلام ده مش رياضه بقى، ده موضوع ايوه عامل بلبله بين اولياء الامور. والله وانا جاي هذا الكلام اتقال لي. تمام يشوف الناس يدرب المدرسين امتى على المناهج الجديده. وزاره التربيه والتعليم ورافضين ان هم ياجلوا وزاره التربيه والتعليم يا استاذ حازم لا تربيه ولا تعليم. طيب على اي الاحوال طبعا يعني الكابتن عزمي مجاهد لازم يقول لنا كده حاجه في الاخر يخلي لازم عندنا وقت، عايزين وقت اطول من كده. على اي الاحوال احنا حاولنا النهارده من خلال حلقتنا في القضايا الرياضيه ان ولا اوكا ولا اورتيجا ان احنا نفتح عدد من القضايا والملفات بهدف واحد هو مصلحه الرياضه المصريه. الاسبوع المقبل ان شاء الله لقاء متجدد. بشكر ضيوفي الكرام اللي شرفوني ودايما بيسعدونا كل يوم سبت في قضايا رياضيه. كابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد كره القدم المصري ومدير الاعلام في اتحاد الكره، والاستاذ عبد الشافي صادق الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي. السبت القادم ان شاء الله قضايا رياضيه جديده مع ضيوفنا، والاسبوع المقبل ان شاء الله هنفتح هذه الملفات. بكره قضايا رياضيه مع اسره جديده. الى اللقاء.